عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتتغير وناس تانية حياتها واقفة مهما حاولت؟ ليه واحد زيك نفس الظروف، نفس البلد، نفس الضغوط، فجأة حياته بتتقلب 180 درجة، وانت رغم كل المحاولات بتحس انك ثابت في مكانك؟ النهاردة احكي لك خلاصة سنين من كتب وعلم وتجارب بشر. هقولك خطوات بسيطة لكن تأثيرها مرعب، ولو طبقتها حتى 1% بس يوميا، بعد 30 يوم هتبقى شخص تاني تماما. اقفل أي حاجة حواليك وركز، لأن اللي جاي ممكن يبقى بداية حياتك الجديدة. الفصل الأول: سر العادة. اسمع الحكاية دي. في واحد كان بيحاول يبطل تدخين، كل يوم يقول دي آخر سيجارة، وبعد يومين يرجع تاني، لحد ما قابل خبير سلوكي قال له مشكلتك مش السجاير، مشكلتك الهوية. انت لسه شايف نفسك مدخن، مش شخص صحي. وهنا أول درس: انت مش بتغير فعل، انت بتغير الصورة اللي شايف بيها نفسك. مش عايز أخس لكن أنا شخص صحي، مش عايز أقرأ لكن أنا قارئ. العادة مش سلوك، العادة هوية. ابدأ بأصغر عادة، دقيقة مشي، أو صفحة قراءة، أو 5 دقايق تأمل، أو حتى كوباية مية أول ما تصحى. أنت كده بتعلم دماغك إنك إنسان جديد، مش بس إنك بتجرب حاجة جديدة. الفصل الثاني: اعمل حاجة 1% كل يوم. في كتاب القوة المركبة وأتوميك هابتس هتلاقي جملة خطيرة: لو اتطورت 1% كل يوم، بعد سنة هتبقى أحسن 37 مرة. ليه؟ لأن التطور زيه زي الفايدة المركبة، بيكبر ويتراكم. مثلا اتمرنت 5 دقايق النهاردة، و6 بكرة، و7 بعد بكرة. في الأول تحس إن مليهاش تأثير، بس بعد 30 يوم هتلاحظ إنك بقيت أنت شخص تاني خالص. بيل جيتس قال مرة: السر مش الذكاء، السر هو الثبات. يعني استمر وهتلاحظ الفرق. الفصل الثالث: بيئة النجاح. دماغك تتأثر من البيئة. لو حواليك طاقة سلبية هتبقى نسخة منهم. لو بيتك فوضى، عقلك هيبقى فوضى. لو موبايلك مليان دوشة، يومك هيبقى دوشة. غير البيئة تتغير حياتك. إزاي؟ تابع قنوات مفيدة تتعلم منها، مثلا مهارة أو حتى تتعلم لغة. امسح الناس اللي بتكسرك وتحبطك، لأن محدش يعول همك. خلي أهدافك قدامك. قول لنفسك: أنا هنجح، أنا لازم أتغير للأحسن، أنا لازم أغير حياتي المادية. اقرأ، سيب كتاب على السرير، اقرأ عن قصص نجاح أو حاجات مفيدة. أصلك الوقت بيتسرق منك، استغله صح. اقفل الإشعارات زي السوشيال ميديا اللي تشتتك. رتب مكتبك عشان تحس بالنظام في حياتك. تخلص من الحاجات اللي مش لازمة. بيئة نظيفة تساوي عقل نظيف. الفصل الخامس: نظام الصباح السحري. كل الناجحين عندهم روتين صباحي، مش لازم يبقى 3 ساعات، ممكن 15 دقيقة تغير يومك كله. مثلا خلي ليك روتين بسيط، زي 5 دقايق تنفس أو تأمل، و5 دقايق كتابة أهدافك اللي عايز تحققها، و5 دقايق حركة خفيفة. الفكرة إنك تبدأ اليوم مسيطر، مش اليوم هو اللي يجرك. الفصل الخامس: كلمة السر، التركيز العميق. كال نيوبورت قال: المستقبل هيملكه اللي يعرف يركز. يعني ما تشتتش نفسك، خليك مركز في حاجة واحدة بس، اتعلمها واتقنها واعملها صح. بص يا صاحبي، أنا عايزك تتخيل حاجة بسيطة معايا. تخيل إنك بعد 30 يوم بس بتصحى من النوم ودماغك رايقة، جسمك خفيف، عارف بتعمل إيه وبتنجز. مش بتجري ورا اليوم، أنت اللي ماسك اليوم من أول ثانية. الكلام ده مش حلم، ده حاصل مع ناس زينا بالظبط. ناس ظروفها أصعب، ناس شغلها كتير، ناس وقتها قليل، بس مشيوا خطوة ورا خطوة وبقوا ناس تانية. خليني أقولك إزاي بالراحة وبطريقة تمسكك من إيدك. أول حاجة، اللي هيحصل لك بعد 30 يوم ده مش كلام وخلاص، دي تجارب ناس عملت كده ونجحت. أول تغيير هتحس بيه مش في شكلك ولا في جسمك ولا في فلوسك، هتحس بيه في دماغك. هتعرف تركز، هتلاقي صوت التشتيت جوه دماغك بيهدى، هتلاقيك بتاخد قرارات أحسن، هتلاقي ثقتك في نفسك بتعلى، لأنك أخيراً بتمشي على حاجة بتكملها. وصدقني، إحساس إنك بتنجح في حاجة حتى لو بسيطة، ده بيدي طاقة تخوف. يلا نبدأ بالخطة اللي هتغير حياتك فعلاً. الأسبوع الأول نبدأ بالبسيط جدا،
أنا مش هقولك اعمل 20 عادة ولا 10 خطوات ولا حياة جديدة من أول يوم. إحنا هنبدأ ب3 حاجات بس تقدر تعملهم وإنت مغمض. تشرب كوباية مية أول ما تقوم، دي لوحدها بتفوق جسمك ودماغك. تقرأ صفحة بس، مش كتاب، مش فصل، صفحة ولو سطرين. تنام في وقت ثابت ولا 10 دقايق قبل الوقت اللي بتنام فيه دلوقتي. بس كده 3 أيام وهتحس إن جسمك نفسه بيقولك إيه اللي بيحصل؟ ده أنا فايق. الأسبوع التاني ننظف الدوشة اللي في دماغك. يا صاحبي، العقل اللي حواليه زحمة عمره ما يعرف يشتغل. الأسبوع ده إحنا مش هنضيف حاجات، إحنا هنشيل. شيل الإشعارات، قلل السوشيال ميديا نص ساعة بس. رتب مكتبك، شيل حاجاتك القديمة اللي مرمية وملهاش لازمة. انت مش فاهم قد ايه النظافة دي بتسكت صوت التشتت. كل ما حوالينك بيبقى رايق، دماغك بتبقى رايقة. الأسبوع الثالث نقفل على نفسنا ونركز. هنا بقى نبدأ الجد. احنا هنشتغل 30 دقيقة في اليوم، فقط 30 دقيقة تركيز، من غير تليفون، من غير صوت، من غير حد. 30 دقيقة بس هتعمل فيهم شغل ناس بتعمله في ساعتين. هتتعلم مهارة أو تبدأ شغل، تذاكر أو تقرأ كتاب أو حتى تنتج محتوى، أي حاجة، المهم تركز. هنا هتحس إنك بتكبر، مش في جسمك، في دماغك. الأسبوع الرابع نخلق النسخة الجديدة منك. ده الأسبوع اللي هتبص فيه لل30 يوم وتقول إزاي أنا عملت ده كله. هنا هنجمع كل اللي فات ونضيف عليهم بقى أول مشروع صغير ليك. تبدأ قناة، تتعلم مهارة، تكتب محتوى، تتمرن. أي هدف كان نفسك تعمله من زمان، هنا بنولب النسخة اللي كان نفسك تبقى عليها. نسخة مش بتتمنى، نسخة بتشتغل. وإيه اللي هتحس بيه بعد الشهر ده؟ هتحس إن دماغك فايقة وجسمك أخف ونفسيتك أحسن، وإنك أخيراً بتكمل حاجة، وإنك مسكك في الدنيا، مش تايه. وهتعرف أول مرة إن التغيير مش محتاج سندية، محتاج قرار ويوم ويتكرر. اكتب خطة 90 يوم، قيم نفسك وشوف أنا إيه اللي أنجزته، تعلمت إيه، هل أنا فعلا تطورت ولا لأ. وصدقني يا صديقي العزيز، هتلاقي نفسك مرتاح وراضي عن نفسك، وتلاقي نفسك شغفك بيزيد. اكفئ نفسك مثلا إنك تجيب حاجة بتحبها، تخرج يوم تتفسح في مكان بتحبه. اسمعني كويس، انت مش محتاج تبقى نسخة من حد، ولا محتاج ظروف مثالية، ولا محتاج تبدأ بكمال. انت محتاج تبدأ بس. الفرق بينك وبين حياة أحلامك هو قرار و5 دقايق من أول اليوم وثبات على عادة واحدة. بعد 30 يوم هتبص ورا وتقول أنا فعلا بقيت إنسان تاني. ابدأ وخد أول خطوة، والبداية دي هتغير كل حاجة. لو وصلت لحد هنا فده معناه إن جواك رغبة حقيقية إنك تبقى أقوى. وصدقني الرحلة لسه في أولها. لو حسيت إن الفيديو ده لمس جزء منك، ما تنساش تعمل لايك واكتب لي في التعليقات إيه أول عادة هتبدأ تغيرها من النهاردة. بحب أسمع منكم ودايما برد على الكل. ولو لسه جديد هنا، اشترك في قناة النسخة الأقوى، علشان الأيام الجاية هتشوف فيديوهات هتغير تفكيرك وتقربك خطوة ورا خطوة من النسخة اللي تستحق تكونها. أشوفك في الفيديو الجاي، وافتكر دايما أنت أقوى مما تتخيل.